بذور الشيا بقت منتشرة جدا اليومين دول، وكل الناس بتتكلم عن فوائدها الرهيبة للصحة. بس السؤال بقى، هل بذور الشيا فعلا سوبر فود بالمعنى الحرفي ده، ولا مجرد ترند زي حاجات كتير بتظهر وتختفي؟ وهل تستحق فعلا إنك تضيفيها في نظامك الغذائي؟ في الفيديو ده هتكلم بالتفصيل عن إيه هي بذور الشيا، وإيه هي مكوناتها الغذائية، هل هي مفيدة فعلا للصحة ولا مجرد مبالغة، وإزاي تستخدميها في أكلك بطريقة صحية، وإيه الفرق بين الأوميجا 3 الموجودة في بذور الشيا واللي موجودة في السمك. خليكي معايا للآخر علشان تعرفي كل التفاصيل. بذور الشيا هي بذور صغيرة جدا، لونها بيكون أسود أو رمادي أو أبيض، وموطنها الأصلي في أمريكا الجنوبية. كانت بتعتبر من الأطعمة الأساسية عند شعوب الأزتك والمايا من آلاف السنين. واسم الشيا ده نفسه في لغة المايا معناه القوة، لأنهم كانوا بيستخدموه كمصدر للطاقة في الحروب والرحلات الطويلة. تعالوا نشوف بقى إيه هي المكونات الغذائية لبذور الشيا لكل 100 جرام منها. الكالوريز الموجودة فيها حوالي 486 كالوريز. الكاربس حوالي 42 جرام، منها 34 جرام ألياف، يعني الكارب الصافي حوالي 8 جرام بس. البروتين 16 جرام، وده بيعتبر نسبة كويسة جدا مقارنة ببذور تانية كتير. الدهون الموجودة فيها حوالي 31 جرام، ودي دهون صحية مفيدة للجسم. والألياف زي ما قلنا 34 جرام، ودي نسبة عالية جدا بتساعد في تحسين الهضم والشبع. وكمان فيها كالسيوم ومغنيسيوم وفسفور وبوتاسيوم، ونسبة عالية جدا من مضادات الأكسدة اللي بتحمي الجسم من الالتهابات والشيخوخة المبكرة. طيب، هل بذور الشيا فعلا صحية ولا دي مجرد مبالغة؟ الإجابة ببساطة أيوه، بذور الشيا صحية جدا، بس أهم حاجة إنك تستخدميها بالطريقة الصح. وخليني أوضحلك هي ليه مفيدة. أول حاجة، هي غنية بالألياف. بذور الشيا فيها نسبة ألياف عالية جدا، وده بيخليها مفيدة للهضم وصحة القولون. كمان الألياف دي بتساعد على الشبع لفترة طويلة، فهتبقى مفيدة جدا ليكي لو عايزة تخسي وتتحكمي في الجوع بتاعك. هقولك مثال، لما تحطي معلقة كبيرة من بذور الشيا في كوباية مية وتسيبيها لمدة 10 أو 15 دقيقة، هتلاحظي إنها كونت جل هلامي. السبب في ده إن البذور بتمتص المية وبتتمدد، وهو ده بالظبط اللي بيحصل في معدتك، فبيخليكي تحسي بالشبع لفترة أطول. تاني حاجة، هي مصدر ممتاز للأوميجا 3. بذور الشيا غنية بدهون الأوميجا 3 اللي هي دهون صحية مهمة لصحة القلب وتقليل الالتهابات. لكن خلي بالك، نوع الأوميجا 3 اللي موجود في بذور الشيا هو ال ALA، وده مختلف عن الأوميجا 3 اللي موجودة في السمك اللي هي ال EPA وال DHA. يعني إيه الكلام ده؟ الجسم بيقدر يحول جزء صغير جدا من ال ALA لل DHA وال EPA، بس النسبة دي بتبقى قليلة جدا. وبالتالي لو مش بتاكلي سمك، لازم تاخدي مصدر تاني لل EPA وال DHA زي زيت السمك أو الطحالب البحرية. بذور الشيا مش بديل كامل عن السمك، بس هي إضافة تحفة للنظام الغذائي بتاعك. ورقم 3، هي بتساعد في تنظيم السكر في الدم. بذور الشيا بتبطئ امتصاص السكر في الدم بسبب محتواها العالي من الألياف، وده بيساعد في منع ارتفاع مستويات السكر بعد الأكل. وده مفيد جدا لمرضى السكر أو أي حد عايز يحافظ على مستوى طاقته ثابتة طول اليوم. ورقم 4، هي غنية بالبروتين النباتي. نسبة البروتين في بذور الشيا عالية جدا مقارنة ببذور تانية، وده بيخليها مفيدة للناس اللي بيتبعوا نظام غذائي نباتي. يعني مثال، لو انت بتلعبي رياضة أو بتتمرني في الجيم، ممكن تضيفي معلقة بذور الشيا على الشوفان أو السموذي علشان تزودي نسبة البروتين في وجبتك. ازاي بقى تستخدمي بذور الشيا في أكلك؟ بذور الشيا ملهاش طعم واضح، وده بيخليها سهلة الإضافة في أي وجبة من غير ما تأثر على الطعم. لكن أهم حاجة إنك تنقعيها الأول قبل الأكل، لأن أكلها ناشفة ممكن يسبب مشاكل في الهضم. وتعالي أقولك على شوية أمثلة على طرق استخدامها. أول حاجة، الشيا بودينج.
انقعي معلقتين كبار من بذور الشيا في كوباية لبن أو زبادي وسيبيها في التلاجة لمدة 3 أو 4 ساعات أو ليلة كاملة، وممكن تضيفي عليها عسل أو فواكه أو مكسرات. تاني حاجة انت ممكن تضيفيها للسموذي، حطي معلقتين من بذور الشيا في أي سموذي فواكه أو خضار، هتضيف قيمة غذائية من غير ما تأثر خالص على الطعم. وتالت حاجة انت ممكن ترشيها على الشوفان أو الزبادي، معلقة صغيرة فوق وجبة الفطار دي هتزود من الألياف والبروتين. وممكن كمان تستخدميها كبديل للبيض في الوصفات النباتية، إنك تخلطي معلقة بذور شيا مع 3 معالق مية وسيبيها لمدة 10 دقايق لحد ما تكون جل، واستخدميها بدل البيض في المخبوزات. بس طبعا خليكي عارفة إن البروتين الموجود في البيض أحسن بكتير من بذور الشيا. وممكن كمان تضيفيها لطبق السلطة بتاعك عن طريق ان انتي ترشي منها رشة بسيطة فوق السلطة علشان تزودلك من الألياف وتحسسك بالشبع لفترة أطول. ولو هنختصر كل اللي اتكلمنا عنه ده، فبذور الشيا غنية بالبروتين والألياف والأوميجا 3 والمعادن المهمة للجسم، بتساعد في تحسين الهضم وتنظيم السكر وتقليل الالتهابات. لازم تنقعيها في سائل قبل الأكل علشان تستفيدي منها بأحسن شكل. ونوع الأوميجا 3 اللي موجود فيها مختلف عن الموجود في السمك، فلو مش بتاكلي سمك لازم تدوري على مصدر إضافي لل DHA وال EPA، وسهل جدا تضيفيها لأي أكلة سواء مع الشوفان، العصاير، الزبادي أو حتى في المخبوزات. قولولي في الكومنتات ايه هي اكتر طريقة بتحبوا تستخدموا بيها بذور الشيا، وهل شايفين فعلا انها سوبر فود؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وشير مع اصحابكم علشان غيركم يستفيد، واستنوني في فيديو جديد.